في اقل من دقيقتين هقولك ازاي تفك تابلت الثانويه ببلاش وبكل سهوله، وهتحتاج بس تحمل الملفات دي وهتلاقيها على قناه التليجرام. اول حاجه وهي هتثبت البرنامجين دول. اول لما تثبت اس ام اف دبليو تول شغله وتعالى عند كونفينج واعمل الخطوات دي كويس جدا عشان هي اللي هتفك التابلت. وهي انك هتبدا بثالث خيار وبعد كده الخيار التاني وبعد كده تشيك من اول خيار. بس خلي بالك ان انت كل ما تعمل خيار فيهم الكمبيوتر بتاعك هيترستر. كل ما ترستر الكمبيوتر بتاعك لازم تقفل ويندوز ديفندر من الخيارات اللي انا بعملها لك دي. ملحوظه بس ان الخطوات دي ما بتتعملش غير مره واحده على الجهاز الكمبيوتر بتاعك، وتقدر تفك منه اكتر من تابلت. بعد ما تقفل ويندوز ديفندر بالطريقه دي لازم تعدل التاريخ بتاع الكمبيوتر. هتعدل التاريخ ل 2 يوليو 2023 وتعمل زي ما بعمل كده بالظبط، وبعدها تثبت البرنامج ده وخلي البرنامج مفتوح عندك على شاشه الكمبيوتر. بعدها هنروح للتابلت، هتقفل التابلت وتوصله بالكمبيوتر وتكون الوصله بتنقل داتا، عشان لو الوصله بتعمل شحن بس مش هتشتغل. بعدها هتدوس على زرار رفع الصوت وتوطية الصوت وزرار الباور، واول لما يوصلك عند الداونلود مود هتختار من الكمبيوتر الخيار الخامس ده. التابلت بعدها يعمل ضبط مصنع ويفتح معاك على طول. هتكمل الخطوات وتشغل الواي فاي عادي، واول لما يجي صفحه نوكس هتدوس على السهم ده وترجع خطوه وتدوس ريسيت. التابلت هيعمل ريستارت معاك، وما تنساش انك ترجع التاريخ تاني عشان النت يشتغل وتكمل الخطوات عادي. الخطوه الرابعه اول لما يفتح التابلت معاك هتدوس على الشاشه الرئيسيه من بره 6 مرات، هيفتح لك الكاميرا هتسكان بيها الكيو ار اللي احنا حملناه من الاول. وما تنساش كل الملفات دي هتلاقيها على قناه التليجرام. وبعد كده هتسجل الواي فاي وتكمل الخطوات عادي جدا لحد ما يجي هنا وهتفعل خيار الام دي ام سيرفيس، وبعدها ترجع وتدوس كونتينيو. الخطوه الاخيره انك هتفتح برنامج اس ام اف دبليو تول، بعدها تختار سامسونج اتش تي تي بي، بعدها ديسيبل نوكس. بس هيقعد يحمل معاك حوالي 5 دقايق وهيعمل ديسيبل للنوكس، مش هيكمل معاك 10 ثواني. بعد كده هيفتح الشاشه الرئيسيه ويكون فتح معاك. خلي بالك لو عملت ضبط مصنع بعد الطريقه دي هيدخلك على النظام تاني. عشان بقى تخرجه نهائيا هتخش على فايل الاس ان وبعد كده تسحب الكود ده وتعمل له كوبي. بعد كده هتيجي عند الاي دي بي وتخش على اول واحده اللي هي الاس ان وتغير الكود اللي في النص، بعد كده تعمل سيف. التابلت هيعمل معاك ريستارت ويرجع معاك على الصفحه الرئيسيه على طول. بس كده وبكده التابلت خرج معاك من المنظومه نهائي حتى لو عملت له ضبط مصنع. ما تنساش تعمل لنا فولو، ولو عايز اي شروحات تانية تكتب لنا في الكومنتات.